حد بيسالني انا ما عنديش بيزنس وعايز ابدا، اعمل ايه او ابدا ازاي صح؟ لو عندك مقومات البيزنس، الحل في منتهى البساطه، دور على مشكله او جاب فراغ في السوق وحلها. مشكله او جاب، ايه الفرق؟ يعني حد عنده مشكله عايز يحلها، وحد تاني عنده نيد، حاجه عايز تتلبى. الحاجتين دول دور عليهم، ولما تدور عليهم شوف مين فيهم الاسهل لك انك تعمله. يا اما تجيب للزبون اللي هو محتاج حاجته، يا اما تحل المشكله للي عنده مشكله. الحكايه دي احنا ممكن اتفرجنا عليها جلوبال ليفل، عالمي، وعلى لوكال ليفل. هقول مثالين. المثل الجلوبال، شركه زي اوبر مثلا. شركه زي اوبر لقت ايه؟ لقت مشكله عند الناس، ان الناس ما بتعرفش تلاقي ساعات تاكسيات، وبتقعد تستنى تاكسيات كتير. بدل ما الناس بقت بتركب تاكسيات، الناس دلوقتي بقت بتركب اوبر، لان اوبر لقت المشكله ووفرت لهم حلها. طبعا هي عمليه معقده جدا، بس هو ده الاساس. في مثلا حاجه في مصر زي بريكفاست، دي شركه لقت ان الناس بتقوم الصبح عايزه فنجان قهوه وحاجه كرواسون او حاجه بسيطه تاكلها، وعايزاها تجيلها لغايه البيت. برضو دي بقى مش مشكله قوي، دي حاجه. الاوبر كانت مشكله، الناس عندها مشكله مش عارفه تنتقل ومفيش تاكسيات. اللي بيسافر اوروبا كتير، وحتى في مصر في الحتت الزحمه ايجاد تاكسيات كان شيء صعب جدا. دلوقتي الاوبر حل المشكله دي تماما، فدي كانت مشكله. بريكفاست كانت حاجه، لان مش مشكله، انت ممكن لو انت مش هتاخد القهوه هتاخدها في بيتك، لكن انت عايز تاخد الاكسبيرينس بتاعت قهوه وكرواسون في البيت، احتياج. فبريكفاست حلته. انا طول عمري بقول، طول عمري، لو انت عايز تبدا بيزنس اتعلم بيع. وهقولها تاني، لو عايز تبدا بيزنس اتعلم بيع. ليه؟ اللي انا بقوله ده هو اول حاجه هتتعلمها لو انت بتتعلم بيع. البياع الشاطر هو اللي بيدور، ودي في كل كتب البيع، على النيد تاني او البروبلم اللي عند الزبون ويحلها له. البيع هو اصل كل حاجه.